ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وازاي تتعلم البريتش اكسنت من الافلام والمسلسلات. تابع معايا الفيديو ده للاخر عشان مهم جدا. بنكمل مع بعضينا بيكي بلايندرز وازاي تتعلم البريتش اكسنت منه. تابع معايا الفيديو ده للاخر وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان هتستفيد كده كده. بص كده يا معلم، وركز معايا في المقطع دوت عشان ده مهم جدا، والكلمه اللي قالها انت اكيد بتستخدمها بس ممكن تكون بتقولها غلط. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you. طبعا كلمة told طبعا ستريس على التي كترو تي، والال كانت بسيطة جدا اسمها لايت ال، التول. كلمة تومي ما قالش تومي، قال تومي. وطبعا في الامريكان انجلش ممكن يقول تومي بس احنا مش هنقول تومي، احنا هنقول تومي. المهم بقى هنا يا معلم that's you، ما قالش that's you، قال that's you. that's you ده جزء برضو من الكونكتيف سبيتش، وهو بيستريس على التي اللي ما بين you واخر كلمة that، بقت that's you. that's you. that's you. You fixed the race without my permission. طبعا الراجل هنا متعصب جدا وبيقول without my permission. فالفكرة هنا ايه في my و permission؟ ان هو drop الار في كلمة permission، وكلمة my مع permission كconnected speech بقت my permission without my permission. طبعا دي جملة سهلة جدا وانت كده هتعرفها، بس حاول تقولها بالبريتش accent. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. طبعا كل ER جاي في آخر الكلمة متشالة. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. It would be an honor to work with you, Mr. Kimber. أتمنى بجد إن أنت ما تنساش زي كل مرة إن أنت تعمل سبسكرايب للقناة وتسيب لي كومنت بنوع الأفلام أو المسلسلات اللي أنت بتحبها، علشان أكيد هنعمل عليها الفيديو الجاي ونعلمك منها البريتش أكسنت. وأشوفكم فيديو جديد.